مثلث برمودا. All hands hoist the colors high. طبعا زي ما عودتكم ان كل فيديو بحاجه مختلفه، يعني مفيش حاجه ثابته هنشتغل عليها. تقدر تقول ان انت قاعد بتسمع حكايه. انا عمر سلامه، اللي ما يعرفنيش انزل اعمل لايك للفيديو ويلا بينا. في حته كده على الخريطه لو عديت فوقيها بطياره انت ممكن تختفي، ولو دخلت بسفينه هتتبلع، ولو دخلت تعوم فيها محدش هيشوفك تاني. فكده الثلاث حالات دول انت محدش هيشوفك تاني. ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ المكان بيقول لك اللي يدخل يرجع متبهدل او ما يرجعش اصلا، وانا بقول لك انزل اعمل لايك للفيديو. اول حاجه، المنطقه دي موجوده فين؟ في ميامي وبرمودا وبورتوريكو. شكلها مثلث يعني واضح وصريح. مساحته نص مليون ميل مربع، يعني قد دول كتير. بس الفرق ان انت لو دخلت هنا مفيش جوجل مابس ينقذك. المثلث ده من كتر ما هو غريب في ناس سموه مثلث الشيطان. اسمه لوحده يخوف. عايزك تسجل معايا اكتر من 1000 سفينه وطياره اختفوا، ولا لاسلكي ولا صندوق اسود ولا حتى رساله على الواتساب يقولوا لهم الحقونا يا جدعان. سنه 1945 طيارات حربيه امريكيه طلعوا يتدربوا ودخلوا المثلث 5، وبعد شويه القائد قال في اللاسلكي البوصله مش شغاله واحنا تايهين. بعدها بشويه مفيش صوت. كان ساعتها بقى البحر قال لهم انا عندي عزومه طيارات النهارده، واختفوا. الموضوع انتشر وطلعوا طيارة انقاذ عشان تشوف الطيارات دي راحت فين. اختفت هي كمان. بدل ما تنقذهم البحر اتغدى بيها هي كمان، محدش يعرف راحت فين. سفن الاشباح. في سفن تم اكتشافها في البحر بس ما فيهاش ولا بني ادم ولا دم ولا عنف ولا حتى سرقه. والاغرب ان الاكل كان موجود على الترابيزه زي ما هو. يعني طاقم السفينه كان قاعد بياكل وقالوا هنروح نجيب عيش ونيجي. راحوا ما رجعوش. سفينة اسمها ايلين اوستن. لقوا سفينة فاضية في البحر، حاولوا يسرقوها. كل مرة يبعتوا ناس عليها بيختفوا، لكن السفينة بتقول لهم لا يقرب هنا هيتاكل. مين اللي قال لك كده؟ الناس مخها جاب اخره في الموضوع ده. في اللي قال ان في بوابة زمنية تحت البحر، او كائنات فضائية بتخطف الطيارات، او عالم تاني موجود تحت المية. وناس تاني قالت ان دي لعنة قديمة من ايام الفراعنة. الله ليه كده؟ ليه كده هتقلبوا علينا ليه؟ كل حاجة هتلبسوها للفراعنة. اصل برمودا زمان كان بيت الرعب عند القراصنة. على سيرة القراصنة، في ناس بتقول ان جوه مثلث برمودا في كنوز مدفونة واللي بيقرب منها بيدفن جنبها. يعني اعتبر ان البحر بيقول لك الكنز ده بتاعي وروح العب بعيد. علماء بيحاولوا يفسروا بس كل تفسير اغرب من التاني. اول حاجه غاز الميثان بيطلع من قاع البحر بيعمل فقاعات بتخلي الميه اخف والسفينه بتقع كأنها وقعت في بلاعه. تاني حاجه الاجهزه بتتلخبط. البوصله هناك ممكن تلف حوالين نفسها تقول لك انا مش شغاله يا بيه سيبني في حالي. تالت حاجة العواصف المفاجئة. مكان المثلث ده الجو فيه مجنون، يعني ممكن تلاقي الشمس طالعة فجأة تلاقي نفسك جوه أعاصير. الله كنت بتقولي كمان. رابع حاجة موجات كهرومغناطيسية بتأثر على الطيارات والسفن أكنهم دخلوا دوامة. بس لحد دلوقتي مفيش تفسير مقنع 100%. كل حاجة بتقولك أو ممكن يكون كده وممكن لأ. ممكن برمودا يكون بيضحك علينا أصلا. الغريب إن آلاف السفن والطيارات بتعدي من هناك سنويا وبيرجعوا مكانهم عادي. يعني تحس إن المثلث أوقات يقول لهم عدي يا باشا احنا في أجازة النهاردة، وأوقات تانية يقول تعالى في حضن أخوك. ملوش أمان. وفي طيارات بتعدي من فوق عادي لحد النهاردة، بس لو حصل عطل بسيط انت بتلعب مع المجهول بقى. يعني من الاخر ان مثلث برمودا ده مش بس لغز، ده كابوس موجود جوه الميه. مكان بيجمع ما بين العلم والرعب والخيال العلمي. محدش للاسف لاقي له تفسير. ولو في يوم من الايام لقيت نفسك راكب طياره ولقيت الطيار بيقول لك احنا دلوقتي بنطير فوق مثلث برمودا، امن نفسك عشان ما تعرفش انت رايح فين. يا ترى هتموت ولا هتسافر ولا هتكمل ولا انت رايح فين؟ كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله استنى فيديو جديد، وانا سايب لك الفيديو تشوفه وانت في البيت وانت على البحر. بس خلي بالك البحر مش دايما بيضحك. سلام.